أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، مرحبا بكم من جديد. رجعنا لكم وكما ذكرنا اليوم يحضر معنا في الحوار الخاص اللي خصصناه لليلة على قناة تلفزة تيفي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي. مساء النور، أهلا وسهلا بك. ساعة أهلا بكم، نورتنا مجددا. شكرا. يعطيك الصحة. اليوم باش نحكيو على الوضع الصحي بصفتك دكتور سي لطفي المرايحي، وزادة طبعا ما ننساوش الوضع السياسي اللي اليوم الحقيقة فيه أحداث متتالية وأزمات يعني متتالية، وإلى حد الآن ما لقيناش الحل ربما الأنسب، وداخلين في الأسبوع الخامس دكتور. ولليوم الحقيقة الأزمة ماشية وتزيد والإشكال ماشي ويكبر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. هذا كله أكثر باش نحاولوا نحكيو فيه معك اليوم في الحوار الخاص هذا. لكن قبل ما نبدأ معك خلينا نشوفوا البورتري اللي حضرته لنا زميلتنا منى حارزي، نشاهدوه ثم نعود. لطفي المرايحي ابن القصرين، سياسي وكاتب وطبيب، يشتغل منصب الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، وكان أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية سنة 19 و2000. المرايحي تحديدا أصيل حيدرة، غادرها وهو حديث الولادة إلى الوردية في العاصمة. درس الطب بكلية الطب بتونس، وتخرج طبيبا في الأمراض الصدرية والرئوية والحساسية. أسس سنة 11 و2000 حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، وأصبح أمينه العام. شارك في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 11 و2000 عن دائرة القصرين، وحصل على 1.75% من الأصوات. المرايحي عامل أمينا عاما جهويا لنقابة أطباء الممارسة الحرة لفرع تونس سنة 92 و900 و1000، وأصبح أمينا عاما مساعدا للنقابة الوطنية للأطباء الممارسة الحرة سنة 96 و900 و1000. أعلن المرايحي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية 19 و2000 خلال حفلة موسيقية راقية في المسرح البلدي بتونس، وقد قدم في نفس المكان كتابه تونس التي في خاطري. جمع التزكيات الشعبية اللازمة لقبول الترشح والتي تبلغ 10,000 صوت، وقد حل السابع في ترتيب الأصوات بنسبة بلغت 6.56%، حيث حصل على 221,190 صوتا، وبلغت أكثر نسبة تصويت تحصل عليها 45.94%، وكانت في ولاية القصرين مسقط رأسه. أهم تصريحات المرايحي أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية كانت أنه يملك تصورا جديدا لمهام رئيس الجمهورية، يقطع مع ما هو سائد حول الصلاحيات المحدودة لرئيس الجمهورية التي تحشره في زاوية العلاقات الخارجية والأمن القومي والدفاع. ما يحسب للمرايحي أيضا أنه كان رافضا لسياسات بن علي الثقافية والاجتماعية من خلال إصداره لكتاب الفرد الغائب في مشروع التحديث سنة 4 و2000، كما أنه رفض أيضا في سنة 10 و2000 وسام الاستحقاق الثقافي الذي منحه إياه من مؤلفاته تونس التي في خاطري، الموسيقى العربية إلى أين، الشيخ أمين حسنين سالم، وعصر من الطرب، أحلى الكلام في مدح الباري وسيد الأنام، علي بن غذاهم، باي الأمة. هذا كان البورتري متاعك. تعليقك دكتور؟ يعني انه الانسان يجي ياتي على ما يقارب 62 سنه تو قريب من العمر في دقائق صعيب برشا، و يعني كل واحد منا اكيد انه في الحياه هذه عابر ان شاء الله وان شاء الله يكون انه فك السنوات هذه اللي عبر فيها يخلي فيها شيء ما ينفع الناس. هذا هو. شكرا لك على الحضور، ونبداو معاك طبعا دكتور من الوضع الصحي، لانه في الاونه الاخيره قمنا على اخبار اكتشاف يعني الفيروس نوعيه متحوره من فيروس كورونا خاصه بتونس. تعليقك؟ عندك فكره ساعه على المساله هذه ولا؟ اي سمعت انا كما توانسه الكل على اساس انه معهد باستور تمكن من تعرف على سلالة جديدة من الفيروس نتاع الكورونا اللي تكون سلالة خاصة بتونس. الحقيقة ناخذ أنا المعلومة هذه بكثير من الاحتراز، لأني الثقة اللي عندي في المؤسسة هذه، وخاصة ما نحبش نقول في المؤسسة وأنا ما في المدير نتاع المؤسسة هذه، ما هيش ثقة تامة. لأن تتفكروا السادة المشاهدين أكيد يتفكروا أنه في شهر
افريل خرج علينا المدير هذايا وقال انه معهد باستور في بعض اسابيع، قال وقتها في اسبوعين نتفكروا، قال باش يخرج التلقيح للكورونا. هذا كان في شهر افريل 2020. احنا تو في فبراير 2021 والتلقيح نتاعو تاع الكورونا ما خرج. وانا الحقيقه بكل الاحتراز يعني نعرف الوضع الموجود تاع البحث العلمي في تونس ونعرف الامكانيات. نهار اللي خرج هو اليوم قال باش نعملوا تلقيح للفيروس، يوم تغدوا الماكينه اللي تقرا البي سي ار تحت طومبان. يعني اوضاعنا احنا ماهيش نتاع اوضاع نتاع استكشاف. اللي نعرفه في المقابل واللي انا يعني عندي ثقه فيه اكثر هو التصريح نتاع الدكتور ديدي غاولت اللي تو سمعته عندي يمكن اكثر من 10 ايام، واللي قال انه الفصيله نتاع جنوب افريقيا وصلتهم المرسيليا. الفصيله نتاع جنوب افريقيا وصلتهم المرسيليا مرورا بتونس، وانه الاشخاص اللي حملوا الفصيله هذه ووصلوا الى مرسيليا حاملين الفصيله نتاع جنوب افريقيا اللي فصيله تنتشر بسهوله، مروا جايين من جزر القمور ومروا على تونس. فهل ترى كي مروا على تونس صار اختلاط ولا لا؟ الفصيله هذه يعني موجوده؟ فما امكانيه ان تكون هذه هي اللي نجم تكون، لا هي مختلفه على اساس انه الفصيله اللي لقوها مختلفه على الفصائل الاخرى اللي موجوده. طيب سؤال يتعلق بالنقطة هذه، علاش اليوم ثم أزمة ثقة حتى بيناتنا، واليوم تقول عندك إشكال مع مدير معهد باستور اللي هو الهاشمي لوزير، وفي المقابل تصدق أو عندك ثقة في الدكاترة من برا من بعض الدول؟ موضوع نتاع إمكانيات يعني، موضوع نتاع احنا هل إنه المسألة شخصية ولا ما فهمناش يعني؟ موضوع نتاع إمكانيات يعني. هو هذا لو سيكونساج اللي تسمى عليه، يتسمى لو سيكونساج دي فيروس. هو يتطلب بآلات يصير، يتطلب تقنيات وإمكانيات. اللي نحن ما عندناش منه. يعني احنا اللي عندنا شيء حاجة محدودة، والسيكونساج يصير على بروتين واحدة، البروتين دو سيرفاس السبايك هذه. يعني ماهوش في العمق وماهوش معنا بالدرجة اللي هي معروف. الموضوع هو شوف، ما احنا مناش نغلطوا التوانسة ونغلطوا أنفسنا. احنا بلادنا كما تشوف القطاعات الكل راهو تو اللي تفرجوا فينا يشتغلوا في قطاعات اخرى. فما يشتغل في الشؤون الاجتماعيه، فما شكون يشتغل في البني، فما شكون يشتغل في الترافو بيبليك. كل واحد فين يشتغل، واحد في التعليم. يعرف الوضعيه شنو هي. يعني احنا البلاد متسيبه، والبلاد ما ثماش لا عندهم لا ثم امكانيات في البلاد، ولا فما تخطيط، ولا فما اداره، ولا فما حوكمه، ولا هذا كله مش موجود. فاليوم باش نجيو ندعيو اشياء الحقيقه تقعد بين ظفرين. هذا الكله اللي نجم نقولوه للناس، هذا المهم، هو انه اداره ازمه الكورونا، وانا قلتها عندك وقتها صحيح. ونتفكر انه كانت عندك برشا تساؤلات واستغراب من الكلام نتاعي، وتظل تو بعد عندنا اشهر ما تقابلناش تاكد الكلام اللي قلته. يعني تتفكر اللي احنا في مارس، يتفكروا الساده المشاهدين اني وقت اللي الناس كانت تحتفي بالانتصارات نتاع الحكومه اللي كانت موجوده والوزاره اللي كانت موجوده وقتها، انا في مارس كنت نقول يا ناس راهو ما صحيح، راهو الفيروس باش ينتشر للناس الكل. والناس ما عجبهمش، وطبيعي ما عجبهمش، على خاطر الكلام هذا كلام يخوف وقتها، على اساس انه كل واحد يقول كان خاطر انا منعنا سيء، علاش انت تجي تخوف فينا تقول انه باش ينتشر. وقت اليوم جات من بعد الوزاره ولا تتحدث في شهر اوت، تصور انت من مارس الاوت 6 شهور، ولا تحدث على التعايش مع الفيروس. واليوم التوانسه عرفوا انه تم التعايش مع الفيروس، وان الفيروس موجود. لكن نحكيو اليوم على 7700 واكثر عدد الوفيات. طبعا ما ثماش 12 مليون تقريبا، ما ثماش جائحه من غير وفيات. مش ممكن. احنا نعرفوا اللي ثم ناس معينين، وهذا من زمان نعرفوه، من شهر فيفري منتصف من دراسه شنغهاي نعرفوا شكون الناس اللي تمرض، والناس اللي تمرض وهي معناتها الاصابات نتاعها خطيره معروفه، اللي هي عمرها كبير في العمر، واللي هي عندها سمنه كبيره، ولا عندها السكر، وعندها الامراض القلب والشرايين لسنوات وما الى ذلك. هذوك معروف، وهذوما هما 7000 واش اللي توفاوا، الله يرحمهم، ترحموا عليهم طبعا وربي يصبر عائلاتهم عليهم على فقدانهم، خاطر حتى كانوا كبار في العمر راهم عزاز على عائلاتهم. لكن هذا ما يغير حتى شيء من واقع الامر، خاطر الرجل السياسه يدير ازمه. وقت يدير الازمه صحيح عنده عاطفه، هو بشر يحس على الناس، لكن لازم يكون عقله معاه باش يعرف يدير الازمه، خاطر كان باش يديرها في العاطفه فقط ما يوصل حتى شيء. وهذا اللي عملناه احنا، درنا الامور
بالهواء مش حتى بالعاطفه، يعني نشوفوا في الاخرين ايش قاعدين يعملوا ونتبعوا فيهم. احنا اللي صار اللي انا كنت نادي به من شهر مارس، من شهر مارس راهو قريب عام بالتالي، كنت نقول اعملوا حجر صحي موجه للناس اللي هما عرضه في انتظار انه يجي الفاكسان باش نلقحوا لهم وثماشي ما نحميهم. الناس الاخرى تعيش حياتها، لانه تشوف انت تو برك اللي ركب لي الميكرو نتاعي هو عنده مرض بالكورونا وانا مرضت بالكورونا هنا عايشين ولاباس علينا، تلقحنا طبيعيا. وجدت برشا كلام على اساس انه تمرض تو تعاود تمرض. راهو الحالات اللي عاود يمرض حالات قليله نادرة. وحتى السلالات اللي توجدت راهي ما يعنيش انه السلالات هذيك انه المرض يعاود يمرض. السلالات هذيك راهو اللي ثابت حتى لتوا هو انه سرعه انتشارها اكثر، العدوى نتاعها اكثر، ليس الا. فمن غير ما يخافوا العباد، واللي قلته انا قبل كنت تتفكر كان كتابع في التصريحات نتاعي، قلت راهو في نهايه شهر فيفري تكون الحكايه خرجنا منها، وانت تشوف توا الارقام، تشوف الارقام طايحه. لا تشوف الارقام قاعده تطيح، احنا وصلنا 100 واكثر من 100 في النهار من الوفيات، وتو قاعدين نحضروا الى 30 وقد شوف الاعداد نتاع الناس. لكن مازلنا سامحني دكتور، اليوم مازلنا نسجلوا في 38 وفاه تقريبا بعد كل نهارين، لانه نستناو طبعا البلاغات نتاع وزاره الصحه اللي هي متاخره بطبيعتها بنهارين، وذاك اللي يزيد ربما برشا تساؤلات لحد اليوم علاش بعد نهارين نجي نتاع مثلا في 22 فيفري تهبط لك 20. المساله يعني تختلف، لكن ما زالت عندنا الاف ومئات الاصابات وعشرات الوفيات. شوف حتى وكان خفت ما خفتش بطريقه كبيره. الاصابات عندك بالالاف مش بالمئات. الاصابات عندك بالالاف، وهذا طبيعي جدا، يعني الفيروس باش تحمله الناس. لكن راهو اللي لازم يعرفوه الناس، وهذا قلناه عدة مرات، انه على 5 من الناس يحملوا الفيروس 4 منهم ما تظهرش عليهم اعراض او تظهر عليهم اعراض طفيفه. طيب هذا طبيعي يعني يتلقحوا، خاطر انت بتجيب لهم الفاكسان اللي بتجيبه. انت الفاكسان اللي بتجيبه شنو هو؟ انت مو فيروس وقع تغييره، فيروس فشلوه، جزء من الفيروس اغان باش يخلق الكوداج للشيء شبه الفيروس. الكل في النهايه تلقيح، يعني في النهايه فيروس باش يدخل، فالفيروس يدخل لك بشكل طبيعي وانت ملقح. وحتى الكلام اللي تقال على اساس تتلقحوا لكن هو المناعه توفالهم، الدراسات اللي موجوده حتى لتوا توري انه من اللي وقعت اصابه الناس بالفيروس الى حد الساعه توا افيك لو ريكول اللي عندنا لتوا مازالوا الناس هذو عندهم مناعه. شنو نفهم من كلامك انه لا حاجه اليوم للقاح دكتور؟ انا قلت، انا وصلت انه قلت هذا، قلت راهو باش ما يجينا التلقيح الا ما نستحقولوش، يعني او تستحق له شريحه معينه، الشريحه نتاع الناس اللي هم اكثر عرضه. وانت تعرف زاد الشريحه لازم نقولوه، الشريحه اللي اكثر عرضه راهو الاستجابه نتاعهم للفيروس ماهيش استجابه 100%، يعني الحمايه نتاعهم ماهيش 100%. الحمايه نتاعهم قد ما تقدم في العمر وقد ما تكون الوضع نتاعك المناعي ضعيف من الاول، راهو استجابتك للفيروس تكون اقل. فهذا نتحدث فيه كرجل سياسه مطالب باش يدير الشأن العام. وانا ناسف انه ما تماش حديث من رجال السياسه على الموضوع هذا، وكان الموضوع هذا موضوع طبي صرف. الموضوع هذا ماهوش موضوع طبي صرف، راه الموضوع هذايا موضوع سياسي بالاساس. على خاطر انت ريت رئيس الجمهوريه الفرنسويه وقت اللي جاوا لجنه الخبراء وقالوا له اعمل حجر صحي، ما عملش حجر صحي. فالقرار كان سياسي انه ما عملش حجر صحي. فهذا حسن إدارة الأزمة اللي ما صارتش عندنا. على خاطر شنو التبعات نتاعها؟ التبعات نتاعها 8.8% نقص نمو. طبعا تعرف شنو معناها 8.8% نقص نمو؟ يعني أنت تبني الفوند كوميرس نتاعك وتبني المدخرات نتاعك وتبني اللي عندك الكل، فإذا بيك تلقى روحك خسرت قرابة 10% نقص لك، فبوقت ما تقدم أنت رجعت قداش من السنة التالية. هذا راه هام جدا. لكن المسألة تختلف مع اللقاحات، لأنه الأمر أعتقد أنه نسبة كبيرة منه طبية صرف، يعني لأنه اليوم نحكيو على لقاحات، نحكيو على مناعة باش يكتسبها اللي لقح، وهذا حسب طبعا التجارب اللي صارت. واليوم نحكيو زادة على أن متأخرين في عملية التلقيح اللي كان من المفروض فيفري لليوم ما لقيناش حتى تقريبا يقول لك مارس، وفي مارس الله أعلم يجي ولا، وثم كلام حتى على أنه أفريل ولا جوان. وتعرف علاش؟ على خاطر احنا خرجنا كاتحاد شعبي جمهوري وعملنا بيان للرأي العام وقلنا راهو الوزير هو السبب في الكارثة هذه، والوزير راهو خلاوه يواصل
المفروض انه يقع عزله ويقع محاكمته. اصلا احنا طلبنا بمحاكمته. علاش؟ لانه الاجراءات باش ندخلوا في الكوفاكس تعاملت. الاجراءات الاولانيه طلبوا منا هما زوز اشياء. طلبوا منا انه يصير تشريع يقول بانه الدوله التونسيه تبرأ المصنع من التبعات، وانا تتحمل شكون باش يتحمل التبعات اذا كان تصير مضاعفات. هذا يا محمد. والظروف اللي باش يقع فيها التلقيح معناها الظروف اللوجستيه باش يقع فيها التلقيح. باش نجاوبوا ما جاوبناش. علاش؟ على خاطر وقع عزل الشخص اللي كان مكلف بالموضوع، والملف ما نعرفش شكون تكلف به ظرفي مدير عام نتاع الصحه، وما وفاش بالمطلوب ورقد واحد. وتو بركه وين الموضوع معروض مشروع القانون على شكون باش يتكفل بالتبعات، ورغم انه تمت الموافقه لكن توا الاجراءات فيها تعقيد. فبتشوف انه احنا قداش وخرنا في الموضوع هذا. علاش؟ خاطر سوء اداره. يعني انت وقت اللي تحدث فيها انا تو خرجتني انت من الموضوع، هزيتني موضوع تلقيح، لكن قبل ما نوصل موضوع التلقيح هو موضوع انه الشعب التونسي شعب شاب، انه الوفيات هذيك مأسوف عليها، لكن كان لابد ان تحصل. ما تنجمش تعمل اون جيستيون ريسك زيرو، ما ثماش. لازم نفهموه هذايا. وكانت عندك قدام البلاد كان المفروض انه الناس اللي عندها عرضه اكثر يقع حجر صحي موجه، والناس الاخرى تعيش حياتها باش خاطر هي ما هيش عرضه لحد شيء، ما ثماش خطر عليها وتواصل في والامر ينسحب على الوافدين اعتقد، لانه ما يغير شيء. ما يغير شيء الوافدين، يغير تو في السلالات اللي قاعدين يتحدثوا عليها جديده. لكن هذا موضوع نتاع انتشار الفيروس، يعني ان الفيروس سرعه الانتشار باش تولي 40% اكثر. هذا لا يغير كثيرا. راهو شوف ثم برشا لغو حتى على المستوى العالمي، وانا نفهم راهو العباد يعني اليوم بركه نسمع في الناس ونقابل العباد المعلومات اختلط عندها. فما الناس ولات حتى يعني حتى اطباء نشوفهم كانوا يحبوا يخوفوا رواحهم ولا يخوفوا بعضهم، ولا راهو ما تغير شيء. بنادم هو بنادم، المناعه هي المناعه، الفيروس هو الفيروس. فيروس الكورونا ولا فيروس اي فيروس كي يدخل البدن يتعامل معاه، البدن يعمل مناعه. يعني شيء لم يتغير، معروف بالدراسات اللي صار. خاطر كم الدراسات خارق العاده اللي صار على الكورونا هذه. اليوم نعرفوا بالضبط شكون الناس اللي عرضه، ولا بد من حمايه الناس اللي عرضه. وليداتنا اللي قاعدين حرمناهم تو باش نجهلوا فيهم قاعدين، خاطر هذه مش قرايه اللي قاعدين نقراو فيها. قضينا عليهم، قضينا على المؤسسات، جوعنا الناس، لان الناس البطاله تشوف العدد نتاع الناس اللي محالة على البطالة. المؤسسات اللي سكرت واللي بمرشح الترسيم. يعني مرة أخرى تقول أنه كان من المفروض أن نعيشوا حياتنا بصفة طبيعية، نحميوا الناس اللي هما عرضة. هذوكم حجر صحي. أنت أنطريتي فوق ال 65 سنة شو مخرجك؟ ما عندكش علاش خارج. هذا الإجراء اللي تشوفه أنت وكي يروح ولدك من الخدمة أحمل كمامة أنت واعمل تباعد عليه، وخذ إجراءاتك، احمي روحك حتى يجيك الفاكسان تلقيح. الاخرين يعيشوا حياتهم ما همش عرضه لحد شيء. يعني شابه كيف كنتي غدوه يجيك الفيروس ما يعمل لا شيء. ايش بيعمل لك؟ نهارين اقصى حاجه نهارين باش يوجعك راسك وتطلع لك شويه سخانه وانتهى الامر. واضح. هو الاشكال كما قلت دكتور في كبار السن واللي حاملين لامراض مزمنه واللي عندهم امراض يعني يعانيوا منها، سواء ضيق التنفس او السكري او ضغط الدم. هذوما يعني الحالات اللي نحميهم حجر صحي موجه. مساله الحمايه هو الاشكال حتى في الاجراءات وحتى في وعي التونسي الى حد اليوم. الحقيقه فما اشكال. ربي قاعدين نشوف التونسي قاعدين شماعه قاعدين نعلق عليه في كل شيء. اذا كان انتشر الفيروس الحمد لله، تو الفيروس قلت لك قاعد يتراجع. انت ان شاء الله قبيله على العدد قلت لي وصل 31 ومازال باش ينقص. علاش نقول لك باش ينقص؟ على خاطر شوف الارقام اللي قداش ناس مقيمين في العنايه المركزه، اللي هو قاعد يتناقصوا. هذاك هو المركز. خاطر هذاك من العنايه المركزه لا قدر الله ان شاء الله ربي يحفظهم تنجم تسجل وفيات من العنايه المركزه. فهذا هو الاقبال والاستشفاء قاعد ينقص، وهذا الكل دليل على انه ثم مناعه جماعيه. طيب. مش معناها كنقول انا نهايه ازمه راهو مش معاش بنسجلوا ارقام تاع وفيات، باش نقعدوا نسجلوا لمده طويله ارقام تاع وفيات حتى مع دخول اللقاح. حتى مع اللقاح باش نسجلوا وفيات. لكن المناطق العمران البشري اللي فيها كثافه هذه تكتسب مناعه. بعد باش نمشيو للارياف، باش نمشيو المدن الصغيره فين ثماش التحام كبير، باش نسجلوا وقتها الحالات
تدريجيا. فالارقام مرشحه انا باش تنقص، ماهيش باش بتزول تماما لمده طويله. هذاك علاش انا قلت راهو نهايه فيفري هو انفراج، واحنا قاعدين نعيشوا فيه الانفراج هذا اللي نتمنوه. هذا الارقام تقول لك، مش انا نقول طبعا. وان شاء الله من هنا للصيف ومع جلب اللقاح وبدايه عمليه التطعيم ان شاء الله يكون فما طبعا نتائج ايجابيه، وهذا كل الصحه والسلامه شنو نطلبوه. طبعا هذا هو اللي نتمناه، وهذا تقريبا كل ما يهم الشان الصحي في تونس اليوم على المستوى السياسي. وفي الشان السياسي أزمة أخرى الحقيقة ماهيش مستغربة، لأنه عندها مدة بين رأسي السلطة التنفيذية، رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وكل واحد متشبث تقريبا برأيه. البلاد نجم نقولوا حابسة بين قوسين، وما فماش ربما رؤية أخرى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي اللي يهم التونسي أكثر منه سياسيا. حتى تدخلات الاتحاد الشغل ما فماش يعني نتيجة كبيرة وواضحة. تقييمك لطفي المرايحي اليوم للأزمة الساعة؟ خلينا نبداو من الأول، الأزمة اللي متواصلة كما قلت تقريبا ل5 أسابيع تويك. سهل الحاجة الأولانية ماهيش أزمة سياسية. أزمة سياسية وقت تصير أزمة مؤسسات يعني دستورية. لا هي دستورية ولا سياسية، هي أزمة سياسوية نتاع موقع نتاع الناس تحب تاخذ مراكز نفوذ أكثر من مراكزها. انطلقت الموضوع من تعيين المشيشي. تعيين المشيشي كرجل الأقدر أو الأجدر. هو المشيشي قلناها احنا كالاتحاد الشعبي الجمهوري وقتها أنه ليس لا الرجل الأجدر ولا الرجل الأقدر في نظام برلماني. يعني النظام البرلماني الرجل الأقدر والنجم الأجدر هو الشخص اللي عنده حزام لذاته قبل ما يمشي يعمل تحالفات. يعني الرجل اللي خارج من الحزب مهم، عنده عدد نتاع نواب كبار. رئيس الجمهورية عنده رأي آخر. رئيس الجمهورية قدر أنه هو قراءته للفصل الدستوري هذايا مجزأ وليس في إطار عام، لأنه رئيس الجمهورية كان عنده شيطان في جيبه، شيطانه في جيبه اللي يقول له أنك هذه فرصة متاعك باش تنجم تتمدد كسلطة تنفيذية. فرئيس الجمهورية ليس بالبراءة وبالنصاعة اللي تحاول تصوروها، هو كذلك بشر وبكل البشر. نحاولوا نصوروا حتى شيء، نحاولوا ننقلوا الواقع كما مش هي. انت قلت تحاولوا تصوروا. لا مش انت سيادتك يعني تصوروها كرأي عام. يعني الرأي العام يقول لك عنده شعبية وقرابة 3 ملايين تونسي انتخبوه، وإلى حد اليوم عنده شعبية ذاتها. هذا ما ماهوش 3 ملايين شخص انتخبوه 2 ملايين و700. ماهوش موضوع نتاع انتخبوه حتى كان 10 ملايين. موضوع احنا تو قالوا هذه المية وهذا الغطاس. عوم وشوف اذا كان اليوم مازال عنده شعبيه، ما نعرفش انا شعبيته الحق قداش، من خاطر مش وقت اللي يجيني يعني سونداج مقام على 1200 شخص ولا على 900 شخص ويقول لي فلان شعبيته كذا وفلان شعبيته كذا، لا معنى له. لا معنى له، سونداج كني با ريبريزونتاتيف، ما عنده حتى معنى. وانما هذه المية وهذا الغطاس وهذا الاداء، والاداء قدام التوانسه وهم الحكم. اذا كان يسرهم الاداء هذا فمبروك عليهم. طيب. مش لطفي المرايحي باش يقولوا لهم لا غيروا رايكم في زيد ولا في عمرو، انا قاعد نوصف في واقع معين. فباش نرجع للسؤال نتاع سيادتك، المنطلق نتاعو هو انه القراءه، هذا تقديري انا شخصي بطبيعه الحال، نجم يكون صحيح ونجم يكون غلط، هذه قراءتي الخاصه، انه رئيس الجمهوريه، قلت في حينها أن رئيس الجمهورية اجتث الفصل الدستوري هذاك وقراه وحده، ما قراهوش في ظل النظام السياسي كامل. وبطبيعة الحال احنا المشاكل اللي عندنا والناس اللي طالب بنظام سياسي تغيير وكل شيء، اللي نقول لهم يا عباد راهو ماهوش موضوع نتاع نظام سياسي. يعني راهو تحط نظام سياسي رئاسي ولا رئاسوي ولا ملوكية دستورية ولا تيوقراطية ولا ديكتاتورية، راهو إن كل نظام سياسي يلزم تحترم الفلسفة نتاعو. والفلسفه نتاع النظام البرلماني اللي هو ناجح في المانيا، ناجح في هولندا، ناجح في السويد، ناجح حتى في الكيان الصهيوني، ناجح وانتو اينما فاشل عندنا احنا. علاش؟ لانه المحور نتاع النظام السياسي، العرصه اللي واقف عليه النظام السياسي تعدديه. لا، نقف عليه انه رئيس الحكومه هو رئيس الاغلبيه. لو شيف دو غوفرنمون سي لو شيف دو لا ماجوريتي. ما معنى هذا لو شيف دو لا ماجوريتي؟ ايش معناها؟ معناها هو من حزب الكبير وحوله ائتلاف، هو صنعوا الائتلاف، هذا هو الواحد. فانت تجي شخص طيب لا عنده لا نواب لا عنده درشو، وتسقطوا قدام النواب، يا تصوتوا على الحكومه نتاعو يا تنحل البرلمان
انت خلقت الظروف نتاع حاجه مصطنعه غير طبيعيه، بطبيعه الحال اذا كان مبنيه على باطل نتيجتها باش تكون باطل. لكن خلينا نمشيو نقدموا شويه. سي المشيشي بعد ما الرئيس فرض عليه النواب، هو قلت انا النواب الوزراء، هو ما عجبوش الحال، يعني هو حب يتخلص من وصايه الرئيس. احنا في عامه الشعب، في عامه الناس نقولوا خاين. هو يقول لك انا هذه صلاحيات الدستوريه نتاعي نحب نستغلها. اخلاقويا انسانيا انت احسب كما تحب. سياسيا هو ما خرجش على الطور على الصلاحيات نتاعو. يقول لك انا الرئيس ما ثماش علاش يكون عنده وزراء ويدخل في الحكومه، خاطر يقول لك الرئيس ديجا هو بدا جاوز الدستور، جاوز صلاحياته. يقول لك انت تطالب فيا انا، تتلوم فيا، ترى راني انا وقفت النزيف نتاع رئيس يحب يتغول، يحب يخرج على الصلاحيات نتاعو، خاطر الرئيس الدستور يقول له عين الشخص وبعد. برايك انت قيس سعيد قاعد يحاول وقت اللي فرض الوزراء، وقت الرئيس وقت فرض الوزراء فمحاولة ما عندوش الحق طبعا. الدستور يقول له يعطيه الصلاحيه الدستور؟ لا مش دستوريا. يعني كشنو ماخذ بالخاطر؟ لا مش ماخذ بالخاطر. مبدا هو اللي يكلف رئيس الحكومه كهو ولي صاحب نعمته صاحب نعمته حق سي المشيشي خذها بخاطر. والله عيب عليه سي المشيشي، كيفاش الراجل فهمت الله رجعوا. لا نحن قاعدين نحللوا في المساله يعني. لا عيب عليه سي المشيشي حق ما خذاش بالخاطر. خرج عن طوعه. دستوريا يقف قاضي رئيس الجمهوريه. فبالنسبه اذا كان الناس تلوم المشيشي يحتمل انا مش ناطق باسم رسمي باسم المشيشي، لكن يحتمل يقول لك انا يقف في صلاحيته غاديك يا اخوي خليني انا نتحمل مسؤولياتي مادام انا رئيس حكومه. غير هو الوزراء، رئيس الجمهوريه ما عجبوش الموضوع، لوج اول تعلة باش يخلق الحكايه. اليوم تقول لي ثم ازمه، نقول لك ما ثماش ازمه. كيفاش ما ثماش ازمه؟ ما ثماش ازمه. عندك حكومه قاعد تخدم، جاء هو تخدم. شوف الظروف اللي تخدم فيها الحكومه. لا. عندنا زوز يعني تقريبا كل وزاره او وزارتين عنده وزير واحد بالنيابه. مساله هو غريبة. كنا نتمناو انه تكون الامور خير من هكا، لكن هذا ما عطلش. الحكومه قاعده تخدم والدنيا قاعده تخدم. المشكل اعمق من هكا. يعني الناس اللي تتصور انه فما ازمه فما رئيس بالتصرفات هذه عزل نفسه فاصبح رجلا معزولا في قرطاج، اللي قاعد يعمل في حركات انه يمشي للجوامع. غياب تام للحوار بين رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه تدخل اتحاد الشغل في اكثر من مره. تدخل رئيس البرلمان. هذا كل ما هذوما ما عندهمش، ما يدلش على فما ازمه سياسيه. ما فماش ازمه سياسيه، خاطر ازمه سياسيه تعرف وقت اللي كنا اوبستركسيون مثلا الحكومه اليوم عندها مشروع قانون تعديه البرلمان ما يتعداش، وقتها ثم ازمه سياسيه. اعتقد انه جايينها المساله هذه. تو ما جايينها، احنا عايشينها توا، ماناش عايشينها. انت ترى انه جايينها، يمكن انت تتصور هكا. اليوم احنا ماناش عايشينها، فلا حديث على ازمه سياسيه. هذا مفهوم الازمه السياسيه في القانون سي لوبستركسيون، هو انه عندك جدار سد قدامك، اما هنا ما ثماش جدار سد. فالحكومه اليوم تنجم تصدر قوانين كما تحب، تدير كما تحب. هاي حطت رئيسه مديره عامه نتاع تونسير، هاي نحاتها، ما يمنعها حتى شيء باش تقوم. زادت في الشهري بتاع فلان، نقصت في الكذا، تخدم على روحها. لكن الاحتجاجات والتحركات الاحتجاجيه والغضب الشعبي هذا في نفس الموضوع. لا مش في نفس لا. كيف تعاملت الحكومه مع الملفات هذه؟ لا دخلنا في توا في زوز حوايج. لا لانه انا نسال فيك من منطلق انك قلت لي ما فماش ازمه سياسيه والامور ماشيه يعني لا كما هي. لا ما خلطوش عاد. اذا كان باش نتحدثوا في السياسه نكون نحدثوا في السياسه مرتبين. هو تحدثتني انت على طبيعه الصراع بين الرئاسات، رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه. قلت لك انا رئيس الصراع هذايا لم يلقي بظلاله على اداء الحكومه. الحكومه تؤدي وظيفتها مع ما ثمش شلل لاداء الحكومه، وانما النتيجه نتاعو انه رئيس الجمهوريه التصرف نتاعو كان غير حكيم في تقديري، على الاقل سياسيا، وعزل نفسه. واليوم رئيس الجمهوريه ما تشوفوه كان نهار الجمعه من جامع الجامع، ولا يستقبل في ناس اللي ما عنده حتى تأثير حقيقي على حياة التوانسة وتغيير حياة التوانسة. وأنه الشباب اللي انتخب الرئيس بأمل أنه تغير حياته وأنه يلقى شغل ولا غيره ينجم يستنى في ظل الظروف هذه. تقول لي السؤال الثاني، ما هو تقييمك لأداء الحكومة؟
وقت حديث اخر. وتعاملها مع على خاطر انا قلت لك قبيله ما ثماش مشكل، لانه الحكومه المشكل نتاعها حتى لو كانت تكون كامله باعضائها الكل وكل واحد شاد وزارته ماهيش باش تنجح. لان حكومه كما قلنا قبل من غير رؤيه ومن غير تصورات. اليوم المشاكل مفتعله باش تفهم انت الوضعيه شنو الوضعيه، وانا بقيت نقول من 9 سنين التالي نقول راهو المشكل في تونس مشكل اقتصادي ماهوش سياسي. انت اليوم عندك ناس قاعده تخرج على اساس انها خبراء ودرا شنو اقتصاديين نرى فيهم في منابر وكذا عالميه، ويتحدثوا على شنو؟ يتحدثوا على اساس انه شهري برشا، وانه مشكل كبير نتاع الموازنه نتاع البلاد، وانه نتاع الماليه العموميه على خاطر الشهري برشا. هذه الناس في كثرة الاجور كبيره؟ لا، كثرة الاجور كبيره مقارنه بشنو؟ بالناتج الداخلي. اذا كان الناتج الداخلي نتاعك ضعيف بطبيعه الحال باش تضرر كثرة الاجور، كبر في الناتج الداخلي تو كثرة الاجور تولي شويه. كيفاش نكبروا في الناتج الداخلي؟ حسب تعمل النمو. وقت اللي تعمل النمو انت باكش قاعد تعمل في النمو، وانت الاليات اللي تسمح لك باش تعمل نمو الكل مسكرها. شنو هو الاليات اللي تسمح لك باش تعمل نمو؟ وانا كنت سمعت تحت من التصريحات نتاعي قلت راهو في 6 اشهر تونس نجم تخرج من الازمه نتاعها. والناس تفجع تقول كيف 6 اشهر بالبساطه هذه. بالبساطه هذه يعني الناس واحله للعنكوش وانت في 6 اشهر. هي في 6 اشهر كيفاش في 6 اشهر؟ اليوم عندك ناس موجوده. نهار بركه نحكي مع استاذه من المعوضين اللي قاعدين يعوضوا في التعليم الثانوي. النواب. النواب. اليوم عندك معلمين نواب واساتذه نواب وعندك جامعيين نواب. الناس الكل هذه تاخذ في ملاليم وتقري في سوايع اكثر من حتى من الناس المرسمه، وانت ما رسمتهمش. قال شنو؟ قال ما عندناش فلوس. تعرف اللي الناس هذوما كي باش ياخذوا الفلوس غدوه شنو باش يعملوا بهم؟ باش يمشيو يشريوا بهم حوايج، باش يشريوا بهم ياغورت، باش يشريوا بهم صبابط، باش يصرفوهم. باش يصرفوهم فاش؟ في اقتصادك باش يدوروه لك. فانت اليوم كي باش تعطيه شهريه باش تعمل اون انتيسيباسيون على شنو؟ على البرودكسيون، على الانتاج. فاحنا اليوم قاعدين غارقين في نص كاس طرابلسي هكاك بالفرق. علاش؟ خاطر عملنا حاجه اسمها استقلاليه البنك المركزي اللي هي بالطبع حاجه اللي ماهيش ضد مصلحتنا تماما. الفلوس راهي ما عندهاش قيمه. ريت كي نحط لك ورقه ب 20 دينار ولا ب 50 دينار، الورقه هذيك حتى شيء ما عندها حتى قيمه. قيمتها فاش؟ قيمتها في ما يقابلها من منتوج. فانا كي نعطيك انا الفلوس اليوم، المنتوج اللي ما تصنعش اليوم على خاطر انت ما عندكش قدره شرائيه، غدوه كي عندك قدره شرائيه الحليب ما عادش يتبزع يولي يغرت، والحليب يولي حليب بكوات وتشريه، والطماطم ما عادش تتبزع تولي طماطم تشريها. طيب اذا كانت المساله هذا المشكله هنا بالوضوح هذا وبالتشخيص البسيط هذايا، وكما قلت انت غارقين في كاس طرابلسي، علاش اليوم ما ياخذوش بالحلول هذه لطفي المراعي؟ خاطر هذه الحاجه الاولى هل انه اشكال الحوكمه، اشكال اشخاص، اشكال شكون؟ اشكال رؤيه. دابا عارف روحك اش تعمل. انا وقت نقول لك راه وقت اللي نتحدث الكلام هذا مش كلام نتحدث نبقى. انا كان نهزك معايا توا لتونس برك العاصمه، واكيد ولا نهزك لسوسه ولا نهزك لصفاقس ولا نهزك المهديه، يعني نهزك المدن اللي فيها شيء من سواء المدينه القديمه او المدينه الاوروبيه، وتشوفها الكل متهاويه. تشوف تروتوارات ما عندناش تروتوارات بالكل، ارصفه ما فماش. هذاك الكل اعاده صيانته، الكل مواطن شغل والكل نمو. ما يطلب قبل ما ندخل نتحدثوا في التكنولوجيا وفي الرقمنه وفي غيره. احنا في حكايات بسيطه اليوم اللي باش تلقى بهم موارد باش غدوه تصلح التعليم نتاعك باش تعمل لك الرقمنه والتكنولوجيا. خاطر الناس تحدث على رقمنه واقتصاد رقمي وتكنولوجيا. انا باش نقري ساعه جماعه وباش نقريهم في مستوى باهي وباش نخرجهم في النيفو اللي حاجتي بيه، تلزمني انا موارد ساعه فلوس. هات نبدا بالبسيط بالسهل اللي عندي اليوم. فهذا الكل ما قمناش به. الموضوع بسيط. شنو علاش ما عملنا؟ هو ما عملوش خاطر اولا الرؤيه ما ثماش، ماهوش فاهمين بالحق شنو اللي لازم يعملوا، ضايعين. معناها يعملوا في حلول، معناها كيف الانسان اللي ينظر المشهد ينظر له بالثقب نتاع الباب، ماهوش ينظر المشهد كما يلزم بالوضع. والحاجه الثانيه لازم جرأه. خاطر وقت نحدثك على استقلاليه البنك المركزي، استقلاليه البنك المركزي هذه حاجه نحارب فيها انا من 2015 من قبل ما تولي قانون. كنا من الاحزاب القليله مع الجبهه الشعبيه الوحيدين اللي قاعدين نحاربوا في الحكايه هذه. يعني حتى الاحزاب اللي تو تسمع فيها تحدث على ترجع لاستقلاليه البنك المركزي، وقتها وقت اللي كانت في البرلمان صوتت لفايت استقلاليه البنك المركزي. احنا على خاطر نعرف اللي المرض الكل غاديكا، على خاطر انا اليوم راهو
باش نحط سيوله بالدينار التونسي، راهو مش بشرطه باش نخلق تضخم مالي، لا، خاطر باش نخلق تضخم مالي لازم زوز شروط، وهذا نقول فيه ونعاود. باش تضخم مالي دابا يلزم تكون عندك اقتصاد اللي هو يشتغل في اقصى طاقته، اللي ماهوش حاله تاع الاقتصاد التونسي، ثم يلزم يكون عندك تشغيل في اقصى طاقته اللي هو ما عندكش اليوم. عندك بطاله في اقصى طاقتها مش تشغيل في اقصى طاقته. طبعا. دونك اليوم ما عندناش عرضه للتضخم المالي. التضخم المالي الوحيد اللي يهدد فينا هو التضخم المالي المستورد نتيجة لتدهور قيمة العملة. هذاك علاش أنا 9 سنين وأنا نادي بتطبيق سياسة حمائية، خاطر كان نحول أنا الفلوس الدينار اللي باش نعطيه لك اللي كنتي وأنت ما تخدمش وباش نعطيه لك باش يولي في جيبك غدوة على منتوج تونسي مش على منتوج، تو نخلق النمو سرعة. طيب اليوم نلقاو اتحاد الشغل ولو انه البعض يوصفها انها فشلت المبادره نتاعو، لكن ربما مازال فما امل فيها، فما فرصه. يقول القائل لكم انتم للاحزاب اللي عندها رؤى مختلفه وديما تطرح فيها ولا من مستمع للمساله هذه اللي تطرح فيها، فما حوار وطني يمكن يعقد. اليوم الاتحاد الشعبي الجمهوري وين من هذا الكل؟ هل يشارك وسيشارك إذا يعني أتاحت له الفرصة في حوار وطني كما هكا أو في مبادرات من هذا النوع؟ شوف، احنا المبدا الاولاني بتاعنا كان انه اتحاد الشغل ما عنده حتى بلاصه في الحياه السياسيه، في الفعل السياسي الى حد الان. خلينا نكمل لك. هذا المبدا. المبدا هو انه الدستور جاء وحط كل حد في يلعب في عمل له مجال يلعب فيه. صحيح اتحاد الشغل هو سليل منظمه عريقه ونضالات وطنيه وما الى ذلك، طبعا. هذا ما ينكره حتى حد. لكن اليوم احنا في ظل الدستور ينظم العمل نتاع الهيئات الدستوريه من شيره، نتاع المجتمع المدني من شيره، نتاع لي كورز انترميديير يعني المنظمات المهنيه وغيره. وكان هذا موقفنا الاولاني، لكن دعانا سي الطبوبي للاجتماع به ومشينا نحكيو مع الناس الكل، وقلت له الملاحظات هذه. قال لي انا متفاهم، لكن سامحني، قال لي اليوم الوضع بتاع البلاد تشوف فيه وين، وحتى حد ما تحرك يعني. فاحنا من الدافع الوطنيه تحركنا، لكن رانا عندنا حتى املاءات لا على الاحزاب لا على المخرجات، لا اجبار المخرجات، راه المخرجات سترفع للهيئات المنتخبه، واحنا راهو نمنوا بالانتخاب ونمنوا انه الناس هذه هي فقط. هذا حوار مجتمعي. قلنا له اذا كان هذا الموضوع وخاصة أكد لي أن الحكماء هذوما راهو لن يعينهم الاتحاد، وإذا كان زاد الأحزاب ما ترغبش فيهم راهو لن يكون هناك حكماء. قلت والله يبارك، إذا كان للنقاش باش نتناقشوا ما ثم حتى مشكلة. طيب. وإن كان قناعتي الداخلية أنه النقاش نجم تصير في الأمور الكل إلا في الاقتصاد. علاش؟ خاطر في الاقتصاد إذا كان أنت ماشي على اليمين والحل موجود على اليمين، ما نجمش يكون الحل موجود في الشتر ثنية ما بين اليمين واليسار. اي ما هو يتم طرح الرؤيه هذه. ما هو هذا الموضوع، يعني الموضوع هو انك انت تجي انت يساري والاخر يميني، وهذاك يمن انه هذيك الثنيه والاخر يمن انه هذيك الثنيه. طيب اذا كان اليساري باش يرفض تاريخه الكل ومعتقداته الكل وافكاره الكل والرؤى نتاعو الكل على اساس انه ضحي لك انت، خاطر الهدف اذا كان الهدف ما يكون كان في اقصى اليمين فلن يتحقق الا باقصى اليمين. فالحلول الوسطى موجوده في السياسه الا في الاقتصاد. ما لا زايد نعملوا في حوار وطني اذا كل واحد باش يتشابه في هذاك علاش احنا الموضوع بالنسبه لنا موضوع مش تاع حوارات، موضوع هو الناس التوانسه انتخبوا ناس على شنو انتخبوهم. انا فرصه باش يتسائلوا التوانسه على شنو انتخبوا الناس. معناها نقعدوا 4 سنين اخرين نستناو في انتخابات جديده ما يتحلش. انا نقول لك المشكل ما يتحلش، المشكل هو اقتصادي، والمشكل هذا يتطلب حاجه، يتطلب الناس اللي عندها رؤيه بالحق، مش يقولوا في كلمه رؤيه يعني يطرحها لك كما عطيتك انا بعض بوادر بتاعها اليوم اقتصاديه. عندها الرؤيه، عندها التصورات، ثم عندها حاجه ثانيه لازم تكون عندها شجاعه، وناس اللي تالف توانسه تقربهم لبعضهم، مش الناس اللي تقسم فيهم. تونس محتاجه اليوم البيت تبعثر، ومحتاج اليوم شكون يلموا مع بعض، شكون القادر لازم التعايش. تو التوانسه عندها الشخصيات مطروحه قدامها، وقت الجهه الاستحقاقات تعرف شكون. لا حسب لطفي المرايحي اليوم شكون انت تشوف في روحك الشخصيه انسب انك تلم الاطراف الكل؟ طبعا قادر طبعا. هانا نشوفوا عندك خلافات مع بعض الاطراف، كيفاش انسان عنده خلافات مش موضوع نتاع او اختلافات. الموضوع ماهوش، انا مانيش مع الاطراف، انا نتحدث عن الشعب التونسي
الخلافات مش مع سيادتك ولا مع الاخر. الموضوع الاشخاص لا يعنيني، يعني شعب تونسي. شعب تونسي اللي راه أنا لابد انه يتعايش مع بعضه. اليوم شعب تونسي مش تفرق منه. اليوم انا ما نجمش نجتث حركه النهضه ونهز نطيشها، او نجتث التجمع ونهز نطيشه، او نجتث اليسار ونهز نطيشه. هذه الناس كل هذه لابد ان تفهم انها قدرها ومصيرها انها تعيش مع بعضها، وانه الفيصل بيناتها هو اراده شعبيه، وانه الخطاب اللي هو متاع التقسيم، والخطاب اللي هو متاع التخوين، والخطاب اللي هو متاع التفريق، هذا لابد انه ينتهي، وانه الخطاب يتحول الى خطاب سياسي. لان اللي قاعدين نشوفوا فيه هو خطاب اخر، هو خطاب يما شعبوي يما خطاب فاشي. اليوم على السياسي اعطيني انت برنامجك، شنو باش تعمل وكيفاش باش تعمله، شنو الاهداف المرصوده وكيفاش السبل باش توصل لها. والمطالب من الشعب التونسي ان يقوم بالوظيفه نتاعو، والوظيفه نتاع الشعب التونسي اللي راها انا هو وظيفه التدقيق قبل ما نختار الناس اللي اما مع الاسف اللي قاعد نرى فيه تونس اليوم هو انه انا ضد فلان فانا انتصر لفلان لانه فلان عنده عركه مع فلان. نختم معك دكتور، وتشوف الامر هذايا فما امكانيه انه يتنحى، فما امل في المستقبل انه يتم القطع مع العادات هذه السيئه؟ التوانسه عندهم 10 سنوات مهدره، 10 سنوات ضايعه على عمر التوانسه. الفاتوره خلصناها كاش. موضوع الكورونا ماله الا مثال. علاش موضوع الكورونا انا ديما انت سالتني عليه وانا اطنبت فيه ونرجع له؟ لان الحديث الكل والناس الكل تنجم تحكيه. موضوع الكورونا المواقف نتاعي كانت واضحه من شهر مارس الى توا، يعني قرابه العام. كان الموضوع نتاعي كيفاش نتعاملوا مع الكورونا، كيفاش الحجر الصحي الموجه، كيفاش نعتبروا الناس هذيك شكون اللي برا وشكون ما براش، يعني الاليات الكل، التعليم كيفاش في ظل الكورونا، الحياه العامه في ظل الكورونا. يعني كانت فما تصور واداره. في الاثناء هذاك شنو سمعنا من خطاب سياسي اخر؟ ما نقولكش اني ادعي اني انا املك الحقيقه، وانما الواقع اليوم كي تراجع التصريحات تاعي قاعد يعطيني في اثبت الكلام اللي قلته. فاليوم احنا مطالبين انه الرجال السياسه اللي عندنا في تونس يتعاملوا مع الواقع نتاعنا ويثبتونا في الواقع انه كانوا عندهم رؤيه، كان عندهم تصور وقت الاحداث، وقت الازمات في اداره الازمات. واضح. ولو انهم يقول لك 10 سنوات مش برشا في اطار يعني الانتقال الديمقراطي والثورات تاخذ وقتها برشا. الله يبارك. قول لهم هذايا الشباب تاع ماجد بالعباس اللي باش نمشي نشوفه نهار الخميس، وقول لهم للشباب اللي في الكامور، وقول لهم للشباب اللي سنوات الكل اهدرت وشباب الكل اهدر وامال واحلام الكل تعطلت. قولوا له هذا 10 سنين راح حتى شيء. هذا هو. ولو انت اللي كنت مستاء قبيله من 7000 المسنين اللي توفاوا. فانت مش كلامي هذا، انا نحب نقول لك الشباب الكل اللي موجود اللي قتلناه يمشي بيناتنا، الشباب اللي يمشي بيناتنا على ساقيه لكن هو يمشي وهو ميت. علاش؟ لان قتلنا فيه اهم حاجه تخلي بنادم يقوم الصباح اللي هو الاحلام نتاعو. صحيح، هذا كله صحيح. والحقيقه ملف الشباب التونسي موضوع كبير ومؤسف جدا، لانه يعني كشباب تونسي كما قلت اليوم عايشين، لكن الحقيقه انه الاحلام تكون ميته داخلك حاجه رهيبه وحاجه مؤسفه جدا. هذاك علاش نتمناو انه السنوات القادمه تكون اكثر ازدهار، تكون فيها امل اكثر، ويكون فيها خاصه حلول جذريه اكثر للشباب. يعطيك الصحه. شكرا ليك على الحضور. الامين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المراوحي او المرايحي عفوا، نورتنا بحضورك مره اخرى معنا في تلفزه تي في. هكا نوصلوا لنهايه لقائنا اليوم من حوار خاص. نخليكم بعد شويه يجيكم زميلي رامي الجبنوني في برنامج 17-14. خذوا معنا، تصبحوا على خير.